السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وصحة وهنا، ورمضان كريم عليكم يا رب، وعلى أسركم وعلى أولادكم وانتوا طيبين وبخير. النهاردة هنعمل مع بعض كده يعني كفتة ان شاء الله تستاهل ان حضراتكم تجربوها وتكون كويسة وتعجبكم ان شاء الله. كيلو لحمة مفرومة مرتين، ومعلقتين نشا وبصلاية. بناخد البصلاية بنكون عاملينها بملح وفلفل، وبنتبل اللحمة وبنركنها شوية. لو اللحمة مش سمينة أوي بنحط لها احنا معلقتين زبدة أو معلقتين زيت، وبنصبحها وبنتبلها وبنركنها على جنب. هنعمل بقى طبعا مع الكفتة رز معمر زي ما حضراتكم شايفين كده. بنجيب طاجن وندهنه زبدة، وده كيلو رز مغسول وكيلو لبن، وحوالي 4 معالق قشطة و3 معالق زبدة زي ما حضراتكم شايفين كده. بنكون غاسلين الرز، مش بننقعه ولا حاجة، بنكون غاسلين الرز كويس، وبنحط عليه طبعا اللبن. بيكون اللبن دافي، ما بيكونش اللبن بارد ولا سخن قوي، بيكون اللبن دافي. وبنضيف اللبن على الرز، وبنكون مقلبين فيه الزبدة والقشطة، ونخلي معلقتين قشطة على الوش كده بنحطه. ولو الفرن بتاعنا بيتولع الشواية والفرن مع بعض، بنولع الاتنين مع بعضهم، بياخد وش وبيغلى على طول وبياخد وش وبيبقى جميل اوي. بنضيف على الكيلو اللبن والكيلو الرز كوباية مية كمان، على هو ده المقدار الصح، وبيطلع بالجمال ده بعد ما بيقعد حوالي ساعة في الفرن زي ما حضراتكم شايفين. يا رب وتاكلوه بألف هنا، ورمضان كريم عليكم وعلى أولادكم. طبعا الكفتة احنا بنصبحها يعني دايما بنخليها كده طرية، زي ما حضراتكم شايفين كده فيها دسم، وهي طالعة من الفرن. طبعا بنكون مولعين حتة فحم وبنحطها في النص بالظبط، وبنغطيها. وفي الاخر بقى يعني ايه، وهي سخنة كده بنصفي الدسم اللي فيها ده. لو حابين ان هي مش تبقاش دسمة قوي، يعني الدسم اللي ده نازل من اللحمة عادي، بنصفيه بعد ما اللحمة بعد ما بتطلع من الفرن ونحط لها الفحمة. بتبقى بالطريقة دي والله، وبتبقى جميلة وطرية وبتاخد طعم المشوي. ويا رب ان شاء الله تعجبكم وتاكلوها بألف هنا ويقعد عليكم الأيام بالخير والبركة والصحة ويا رب نكون بنقدم حاجات جميلة تسهل ان حضراتكم تشوفوها، وقد ايه كفتة طرية ومتبلة كويس. بتبقى عبارة عن بهارات لحمة وملح وفلفل ومعلقتين نشا ومعلقتين بقسماط، وبنتبلها وبنكون فرمين اللحمة مرتين. وبألف هنا وسلام عليكم.